تجربة النهاردة دي مختلفة كالعادة، لأن صاحبنا النهاردة هيحول عربية شيفروليه موديل 83 لبيت متحرك يعيش وينام فيه. فتعالوا نشوف عمل كل ده ازاي، وهو يعتبر عملها من غير أي تكاليف لأن العربية دي جات له هدية. بس قبل ما نبدأ، ما تنساش تصلي على سيدنا محمد واشترك معانا دلوقتي في قناة خطة لو لسه مشتركتش، ويلا بينا نبدأ على طول. العربية دي كانت جاية له هدية، وبدون دخول في تفاصيل كتير، هو كان بيبيع عربيته لوحده، والست دي كان عندها العربية الشيفروليه وما كانتش بتستخدمها فادتها له هدية. طبعا العربية دي كان عمرها 43 سنة. المهم انه دخل العربية الورشة، وجه وقت الصدمة. أول ما فتح باب العربية ودخل يبص عليها، كانت صدمة حرفيا، لأن الصالون الداخلي للعربية كان قديم وشكله كان بشع جدا. وشكل العملية اللي صاحبنا داخل عليها مش سهلة خالص، واستخدم أدوات كتير عشان يخلع ألواح الخشب اللي كانت متثبتة في جسم العربية. وحتى مسامير التثبيت بتاع الألواح دي كانت مصدية، والغيرة القديم كانت صلب بمرور الزمن، وهو ما سابش قماش أو حتة خشب قديم إلا وشالهم كلهم. حتى الكراسي الأصلية اكتشف إن جواها كان مليان عفن، وكمان كسر الإزاز القديم عشان يستبدله بغيره جديد. ونزل بعد كده على الأرضيات وشال الخشب القديم بالكامل، وبعدين شال التنجيد القديم كله اللي كان موجود في الكراسي والطابلوه وباب العربية. والخطوة دي ما كانتش مجرد تنظيف، دي كانت تطهير كامل للمساحة، عشان يضمن إن الأساس اللي هيبني عليه العزل والأرضية الخشب الجديدة يكون محطوط على معدن نظيف بنسبة 100%، وما يكونش فيه أي عفن مستخبي. وبعد ما وصل للجسم المعدني بتاع العربية، شال كل الأسلاك القديمة اللي ملهاش لازمة عشان يضمن إن مفيش أي سلك كهرباء يعمل قفلة. وكان فاكر إن اللي شافه جوه ده هو أسوأ حاجة في العربية، لكن لما خرج وشاف العربية من بره، اكتشف إن الجزء الخارجي أسوأ بكتير. هو شكله ممكن يخدعك ويبانلك إن هو نضيف، لكن لما قرب منه اتصدم من كمية الصدى اللي كانت عليه. وعشان كده قرر إنه هيعدل ده فورا ويغيره. بدأ أول حاجة يفك كل الإكسسوارات اللي كانت على العربية من بره، وفك الفوانيس والمرايات، وكمان فك مكان الاستبن بتاع العربية. وبعدين صنفر العربية صنفرة بسيطة لأماكن الصدأ، وغطى كل الشبابيك والأجزاء اللي مش عايزها تدهن. بس للأسف المحاولة الأولى معاه ما نجحتش خالص، لأنه استخدم لون أخضر، والنتيجة كانت بشعة حرفيا. الدهان سيل منه وبقى نازل بشكل غير متساوي. ومش بس كده، كمان اللون نفسه ما طلعش حلو، عشان كده ما صورهاش أصلا وحاول تاني وما يقس. بس المرة دي بقى يختار لون أحسن، وفعلا جهز العربية من تاني وعمل محاولة تانية، بس ركز في المرة دي على طريقة الرش عشان ما يحصلش تسييل تاني. وبعد شغل كتير جدا طلع الشكل النهائي جامد ومبهر الصراحة. وأخيرا الدهان نشف وفك التيب اللي على جسم العربية، وظهر قدامنا الشكل النهائي. وزي ما انتوا شايفين كده، ده الشكل النهائي بعد الدهان. وفي الوقت ده الداخلية بتاع العربية كانت كلها متشالة، وبدأ على طول في شغل الأساسات للعربية. أول حاجة وهي الأرضية، وعشان الأرضية المعدنية دي قديمة ومش مستوية، فحب يبدلها بأرضيات خشب. وبدأ في عملية تقطيع الألواح الخشبية، وكان لازم يقطع المقاسات بالظبط على قد الأرضية. وكل ما بيقطع جزء كان بيقيسه بدقة عشان يشوف هل هيبقى مناسب للشكل المنحني للعربية ولا لأ. وبعدين ثبتها في مكانها واحدة واحدة، وكمان عمل تقسيمات المكتبة ومكان الحوض اللي عايز يضيفه عشان يستغل المساحات كويس. وعايز أقول لكم إن معظم الخشب اللي استخدمه ده كان من بواقي الخشب، وده عشان يقلل تكلفة المشروع. ركب الأرفف الخشبية والإزاز الجديد، وغير فتحة السقف وركب فيها مروحة، وبدأ يعمل مكان لألواح الطاقة الشمسية، وعمل الفريم المعدني بتاعها، وبعدين ثبتهم في مكانهم. واكتشف وهو بينظف السقف إن مكان الأنتنة القديم بيسرب مية جوه العربية، ودي طبعا كارثة. ولو اتساب كده المية هتدخل جوه العربية وهتبوظ الدنيا خالص، وكمان ممكن يعمل مشاكل في الكهرباء. ففي الأول كده استغل الفتحة دي واستخدمها عشان يعدي أسلاك ألواح الطاقة الشمسية منها. والخطوة دي كانت مهمة جدا، لأنها هي اللي خلت العربية تتحول من مجرد عربية لبيت مستقل بجد. وبعد ما دخل الأسلاك من فتحة الأنتنة، قفلها كويس جدا بعزل ضد المية، وبعدين وصلها لمنظم الشحن. بعد ما خلص من الأرضية وموضوع التسريب، بدأ في تبطين العربية من جوه. والخطوة دي مهمة جدا، لأنها تحول الصاج المكشوف قدامنا لجدران وأسقف وأرضية مناسبين للحياة جواهم. العملية بتبدأ بتنظيف الصاج كويس جدا من أي تراب أو صدى. بعد كده بيجي دور العزل، وده مش بس بيقلل الحرارة في الصيف أو البرد في الشتاء، لكنه كمان بيقلل من صوت الطريق والمطر. والعزل ده بيتحط بين الصاج والخشب،
وبعده بيتركب خشب خفيف على السقف والجدران وكمان الأرضية، وده بيبقى الأساس لكل حاجة بعد كده. ومن غير التبطين ده العربية هيبقى صعب جدا الحياة جواها. بعد كده جه دور السقف، وهو كان عايز يعمل حاجة في السقف ده تكون مميزة وتخلي العربية تكون ملفتة للنظر. وعشان يقدر يركب إضاءة السقف بشكل صحيح بدأ أول حاجة يقص الخشب على شكل مستطيلات ولزقهم جنب بعضهم، وبعدين رشهم باللون الأسود، وفي النهاية ادت شكل تحفة للسقف. وبدأ يدهن الأجزاء الخشب في العربية باللون الأسود. وكان لازم يعمل حاجة مهمة في تأسيس الكهرباء، وهو إنه يعمل صندوق للكهرباء، وده مكان هيضم كل التوصيلات اللي في العربية وهيوفر حماية للأسلاك عشان مفيش حاجة تلمس في الهيكل المعدني للعربية وتعمل قفلة. وطبعا كان لازم يعمل الصندوق ده من الخشب أو أي مادة عازلة تانية عشان يمنع التوصيلات من إنها تحتك بالهيكل المعدني للعربية. فعمل صندوق صغير مخفي في السقف وجمعه وثبته في مكانه عشان تكون الإضاءة متوزعة بشكل احترافي. وبما إن مساحة العربية كلها مش أكتر من 5 متر فكان لازم يخطط صح لاستغلال المساحة دي. فهو قرر أول حاجة إنه لازم يعمل مساحة للشنطة في العربية دي. طب تفتكروا ده ليه بقى؟ يعني ليه ما خلاش العربية كلها عبارة عن البيت المتنقل ده، ولو عايز يخزن حاجة يخزنها جوه العربية؟ بص، هو عمل الشنطة دي لأنها هي اللي هيتشال فيها كل حاجات السباكة والكهرباء زي البطاريات أو خزانات المية مثلا، وكل ده كان لازم يكون في مكان واحد ومقفول عليه طبعا. وفي فكرة جت في دماغه، وهو إنه يعمل سرير للضيوف. وأهم ميزة في السرير ده إنه ما يكونش هياخد مساحة أصلا. بما إنه هو شغال في الصندوق الخلفي قرر إنه هيجرب يبني السرير ده دلوقتي، وهو في نفس الوقت بيعمل الصندوق الخلفي اللي هيشيل كل أدوات السباكة والكهرباء، لأنه مش عايز يسيب أي مساحة من غير ما يستغلها صح. وبعدين بدأ يقطع الخشب عشان يعمل الإطار بتاع السرير، واشتغل على تركيب سلايدرز، ودي اللي هتخلي السرير يدخل ويخرج بسهولة. والشغل ده كان دقيق جدا ومحتاج قياسات هندسية مظبوطة عشان ما تتكسرش أو تعلق. وبعد ما خلص السرير الجرار بتاع الضيوف اكتشف إن في مساحة صغيرة مش مستغلة على الجنب بتاع السرير، فقرر إنه هيعمل فيه دولاب مخفي للتلفزيون ويخليه يظهر ويختفي. والفكرة دي هتدي لمسة مودرن للعربية القديمة دي. وفعلا بدأ يقص الألواح عشان يبني الدولاب، وهنا لازم تكون الأبعاد مظبوطة عشان التلفزيون يطلع ويدخل من غير ما يتخبط وبشكل سلس جدا. وفعلا قدر يعملها بشكل انسيابي جميل من غير ما ياخد مساحة، وفي نفس الوقت قدر يعملها بطريقة تستحمل وتعيش معاه فترة طويلة. ونيجي بقى للمكان الأساسي اللي هيرتاح فيه، وهي الكنبة. وهو اشترى كنبة جاهزة، بس الكنبة دي مش هينفع تدخل جوه العربية وهي كده، فكان لازم يعدل مقاساتها. ودي كانت النقطة الصعبة لأنه حاول يعمل التعديل ده كذا مرة قبل كده في مشاريع تانية لكن عمره ما عرف يظبطها. دايما كان بيحصل مشكلة ومش بتطلع زي ما بيكون عايز. لكن المرة دي الموضوع مختلف، وهو اكتسب خبرة كافية من المرات اللي فاتت. والكنبة دي ليها رجول، وده هيخليها مش متوازنة جوه العربية، فقرر إنه هيقطع الرجول دي وهيستخدمها كدعامات عشان تثبت القعدة كلها مع بعض. وبعدين بيثبتها أفقيا عشان يضمن إن الكنبة بعد التعديل هتكون قوية وتستحمل الاستخدام كسرير وكنبة. وبما إن الميزانية كانت مضغوطة معاه والراجل ده كان حاطط في دماغه مبدأ إنه مش عايز يصرف فلوس زيادة على العربية دي أصلا، بس في نفس الوقت كان عايز يعمل الكاونتر توب بتاع المطبخ يكون شكله حلو. فجات ليه فكرة عبقرية ومجانية إنه هيعمل الكاونتر توب ده ببلاش من الباليتات الخشب القديمة. والباليتات دي رخيصة جدا ومتوفرة في كل حتة، بس هتكون محتاجة شوية مجهود عشان تتحول لكاونتر توب. والباليتات الخشب ديت للي ما يعرفهاش هي قواعد أو منصات خشبية مسطحة بتتعمل عشان تشيل وتنقل البضائع بسهولة باستخدام الرافعات الشوكية. بس في السنين الأخيرة بقت مشهورة جدا في الديكور والمشاريع. المهم، الراجل بدأ يشتغل على فصل الخشب الصلب عن خشب الصنوبر، ودي خطوة مهمة جدا عشان الخشب الصلب بيدي متانة وشكل أحسن. فقرر إنه هيعمل سطح مطبخ مدموج يجمع فيه بين النوعين دول. وفعلا بدأ يقطع الألواح دي لشرايح متساوية وبعدين يلزقها ويجمعها ويضغطهم مع بعض عشان يبقى كله عبارة عن قطعة واحدة سميكة وقوية. وبعدين استخدم أدوات الصنفرة والتنعيم عشان يديها المظهر النهائي الناعم. وبعد ما خلص المطبخ جه وقت السباكة، وده من أصعب المراحل لأن أي غلطة صغيرة ممكن تسبب كارثة حقيقية. بدأ يركب الأحواض مكانها، وبعدين بيوصل المواسير البلاستيك للمضخات والخزانات اللي في الصندوق الخلفي. وبعدين جرب الشغل اللي عمله وكل حاجة كانت شغالة زي الفل. ندخل بقى على كراسي العربية نفسها. طبعا عربية بقالها أكتر من 40 سنة، فأكيد الكراسي بتاعتها هتبقى حالتها ضايعة ومحتاجة وقت وفلوس عشان يجددها. وهو بصراحة يعني مش بيعرف ينجد الكراسي دي
وما عندوش وقت أصلا، فقرر إنه أحسن حاجة يروح يشتريها من ساحة الخردة. وده بصراحة كنز عندهم، لأن الحاجة هناك بتكون حالتها ممتازة وسعرها رخيص جدا. لكن الكراسي الجديدة اللي جابها مش هتركب على قاعدة الدوران القديمة بتاع العربية، وقواعد الدوران دي هي اللي بتخلي الكرسي يلف بزاوية 180 درجة عشان كابينة السواق تتحول لجزء من الصالون الداخلي، فبيعدل المقاسات بتاعتها بحيث الكرسي الجديد يتثبت بأمان ويبقى قادر على الدوران من غير مشاكل. وبكده نقدر نقول إنه خلص خلاص العربية دي، يعني السرير الأساسي خلص وسرير الضيوف خلص وكمان المطبخ والكاونتر توب بتاعه، لكن الشغل النهائي محتاج لسه لمسات أخيرة. ودلوقتي جه وقت شغل التشطيبات الخشب. عمل وحدات تخزين صغيرة عشان يستغل المساحة كلها كويس، وقفل الأرفف دي بشرايط خشب عشان ما يبقاش فيه أي فراغات. وميزة الشرايط دي إنها بتغطي حواف الألواح والزوايا وبتخلي الشكل متكامل وأنيق. وبدأ يركب الدواليب الصغيرة والأرفف الجانبية. وبعد كل الشغل ده حس إن في حاجة مش مظبوطة في التناغم البصري، لأنه لقى الكابينة الأمامية كان لسه بلونها الأصلي، وحس إن اللون الأحمر الأصلي ده كان صريح بزيادة وما كانش ماشي مع باقي الألوان الهادية اللي عملها ورا. فكان القرار الأخير إنه هيغير اللون ده، وفعلا بدأ يفك أجزاء الكابينة اللي ممكن تتفك وبيجهزها للدهان، وبيشتغل على تلوين الأجزاء الداخلية في الكابينة بلون محايد وعصري، وبيرجع كل حاجة لمكانها من تاني. وفي النقطة دي نكون خلصنا المشروع بتاع النهاردة، وده شكل العربية قدامكم بعد ما خلصت. طبعا العربية دي كان عمرها 43 سنة، وده رقم بيخلي أي حد يفكر مرتين قبل ما يعتمد عليها. فعشان كده قرر يختبرها برحلة طويلة حوالي 1600 كيلو متر. والرحلة دي طبعا ما كانتش سهلة، لكنها كانت أول دليل إن العربية دي تقدر تستحمل المسافات الطويلة. وبصراحة العربية دي من العربيات اللي سمعتها قوية جدا، سواء كان في المتانة أو التحمل، ومعظم شغلها مفهوم لأي ميكانيكي قديم. كمان المساحة الداخلية كبيرة ومناسبة جدا لفكرة المعيشة، والعفشة بتاعتها ناعمة نسبيا وتخلي السفر لمسافات طويلة مش متعب. ومن مشاكل العربية دي بقى إن استهلاكها للبنزين عالي جدا، خصوصا لو الموتور بتاعها V8. كمان عوامل الأمان الحديثة زي ال ABS أو الإيرباجز طبعا مش موجودين. احنا بنتكلم في عربية موديل التمانينات. قولولي ايه رأيكم في المشروع ده، ولو في فيديو حابين اننا نعرضه على القناة هنا اكتبولي في الكومنتات ونعمله ليكم مخصوص. ولو الفيديو ده عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك معانا في قناة خطة، واشوفكم الفيديو الجاي.